تعيشه إسرائيل فإن ساعتها الاستراتيجية لم تتخلى عقاربها عن الجزائر، وهي تفاوض، أي الجزائر تفاوض موسكو بخصوص السخوي هذه المرة ليس 57 وإنما 75 شكمات. هذا يعني أن تطورا حدث وأن المفاوضات إن بدأت سيتلقى الجزائريون أول طائرة من هذه الفئة والطراز في 2029 بالحرف. إذا بالنسبة للمعلومات الإسرائيلية فإن هناك مفاوضات الآن بين الجزائر وما بين موسكو بخصوص تلقيها أو شرائها للسخوي 75. المعلوم أن هناك السخوي 57 وهناك طلب بهذا الخصوص، أي 14 طائرة سرب زائد طائرتين. وأيضا بالنسبة للتدريب كان هذا شيئا معولا عليه بعد الضجة التي أحدثها الأمريكي وبعد الدعوة إلى عقوبات. تخلى الجزائريون إذن عن 57 وأمام ترك الإمارات لل75 فقد لجأوا بنقل هذه التكنولوجيا إليهم. إذن هم يريدون تكنولوجيا متقدمة، وهذا الذي يعطي بالنسبة للجزائر مثل هذا التفوق. إسرائيل ترد بأنها تقاتل ضد هذه الطائرة 75 الجزائرية. إذن بالنسبة لها فهناك حل لتجاوز هذا التفوق الجزائري بصناعة ردع عبر F-35. لذلك فبالنسبة لهذا التطور الاستثنائي لدى الإسرائيلي لا يجاب عنه إلا بمثل هذه الخطوة. هذه الخطوة في نظر الإسرائيلي ناتجة عن قرار إسرائيلي. فالإمارات العربية المتحدة لم يقبل ترامب بالتوقيع على صفقة F-35 مع الإمارات إلا بعد الحصول على موافقة إسرائيل. ولدى إسرائيل دائما أحقية التفوق على كل الجيران وعلى المنطقة عموما، بما يعني أن الجزائر ضمن هذه المعادلة. إذا الإمارات العربية المتحدة تبرر لماذا لم تنجح هذه الصفقة لأسباب كثيرة تتعلق بالقرار الإماراتي والعلاقات العميقة ما بين أبو ظبي وما بين بيجين بخصوص التكنولوجيا وأيضا الاتصالات تقصد تماما G5 وأيضا باقي التعاون. وهنا نطرح سؤال مباشر أن F-35 توقفت لأن التعاون مع الصين. الآن الجزائر أيضا مع الصين وهي تسعى إلى شراكة شاملة مع الصين وأخرى أيضا مع روسيا. إنما الشيء الذي يؤكد عليه الإسرائيلي أن الجزائر تخلت عن 57 وعوضتها 75 وأن هناك مفاوضات لتسليم أول طائرة في 29/2000. إذا لدينا هذه المعطيات غير المسبوقة التي يراها الإسرائيلي جزءا من تحليله. لكن على العموم الآن إن كانت هذه المقاربة صحيحة ومعلومات إسرائيل دقيقة فإن التعاون الآن ما بين روسيا وما بين الإمارات أقوى، وهناك تسليم لتكنولوجيا متقدمة أقوى مما يتخيله الجميع. فقد وصل الحال أن يعد بوتين بما يريده تماما الرئيس الإماراتي ويعلن ذلك أن الصداقة ما بين محمد بن زايد وما بين بوتين شخصية ولديها أوجه أخرى لا يهم التطرق إليها الآن. المسألة الأخرى هي هذه الشراكة الصينية مع الإمارات العربية المتحدة. والإمارات هل تنازلت عن حقوقها بخصوص السخوي 75 هذه باتجاه الجزائر؟ لأن هناك أزمة حاول الجزائريون أن يعدوا بها الأمريكيين بالابتعاد عن
طائرة الجيل الخامس 57. هذه الطائرة الآن قد تؤهل إلى الجيل السادس، يعني أن التكنولوجيا مطورة إلى أبعد حد. وهنا لابد من التذكير أن السخوي 57 75 شيكمات هي في نفس تقريبا الآب 35، وأن هذه التي قد تسمى الجيل الخامس كلاس إن صح هذا التعبير بالنسبة للشيكمات، وأيضا لأنها تشبه إلى أبعد حد ما يوازي الآب 35. فإن الآب 35 اليوم لم تعد سوى تحدي بالنسبة للجزائر، وبالتالي فإن استدعاء السخوي 75 هو بالأساس للرد على سيناريو الآب 35. إذا الأمر هنا أصبح واضحا لدى الطرفين أن الابتعاد عن المواجهة هذا مهم جدا بالنسبة للمقال، فهو يؤكد أن الحرب التي قد تحدث لا يريدها الإسرائيلي الآن، لا يريدها الإسرائيلي تحت أي ظرف. وبالنسبة للردع ردع الآب 35 فهي لمنع الحرب. لذلك فبالنسبة للإسرائيلي يرى أن الحرب بمستويات متقدمة، يعني أن المستويات المنخفضة قد تمرر، والمقصود تماما حرب الصحراء. إنما أن يتطور الوضع إلى حرب شاملة فهذا مرفوض أمريكيا الآن إسرائيليا، لأن هذه المواجهة ستكون كارثية على الإقليم والشرق الأوسط. الأمر يتعلق إذن بصعوبة قد لا يكون معها اللوجستيك الإسرائيلي قادرا على خلق التوازن الذي يريده الغرب. وبالتالي فاليوم هناك صعوبة أكبر في إدارة حرب شاملة في هذه المنطقة. هناك خلاصة لا حرب مع الردع، والردع الآن هو ما بين تشيكمات، ما بين السخوي 75 وما بين الآب 35، وهكذا يصبح الوضع متوازيا ومتوازنا، وردع أيضا يخدم الاستقرار. إذا الأهم في كل هذا المقال أن إسرائيل تحاول أن تدير المعركة بشكل واضح جدا، أي أنها تحدد الحرب وتحدد السلام وتحدد الاستقرار في شمال غرب أفريقيا. وهذا يتحدث به الإسرائيلي باستعلائية عالية على الأقل في هذا المقال. هذه زاوية أساسية أولى. ثانيا أنه يرسل رسالة مباشرة لا رغبة له في الحرب ونعم للردع، وبالنسبة إليه فالردع يجب أن يصل لدى الطرفين إلى الجيل الخامس. إذا إسرائيل تختلف عن النظرة الأمريكية ونظرة الكونغرس. الكونغرس لا يرغب بأي حال بأن تكون السخوي 57 في الجزائر، وأراد أن يشعل فتنة في هذا الموضوع على وجه التحديد بإبعاد الجزائر، وفاوض الجزائر من أجل الابتعاد عن الجيل الخامس وإدخال الجيل الخامس إلى توازنات الإقليم. وهذا الذي استجاب له كما يظهر الجزائري. فيما في الاتجاه الآخر إسرائيل اليوم لا ترى ذلك، بل ترى أن الجزائر إن لم تتحصل على 57 ستتحصل كما في المفاوضات على 75، والحل هو الآب 35 في مقابل السخوي 57 شيكمات. وهكذا يمكن بناء استقرار على ضوء الردع المتقارب في المنطقة. هذا يعني أن المقال أرسل إشارة قوية بخصوص أولا الحرب ورفض إسرائيل للحرب والتزود بالآب 35 وبالسخوي 75. هذا سيعزز الاستقرار عكس النظرة الأمريكية الكلاسيكية للكونغرس الأمريكي. والمسألة الثالثة أن هذه الحرب ستكون مؤثرة على مستقبل إسرائيل. هذا قد يكون له معنى توراتي معروف،
لأن هناك عشرات الفيديوهات بهذا الشأن أساسا لحاخامات وأيضا لدارس للتوراة في الانطلاق من الغرب الإسلامي لحسم أمور كثيرة. هذا له بعد توراتي يتخوف منه أساسا المتدينون الآن. المتدينون حاليا لا يرغبون في هذه الحرب تحت أي ظرف. هم لا يريدون حربا في منطقة شمال غرب أفريقيا. هذا هو الشيء المؤكد. إذن بالنسبة إليهم ولنظرة توراتية بحتة يمكن أن يكون هذا أمر واضح. أيضا بالنسبة لخلق التوازنات وصناعة شيء ما من أجل ذلك، لأن حضور الآف 35 سيستدعي أوتوماتيكيا السخوي 57 وال 75 أو ما يزيد. لذلك فاليوم هناك شرط مضمن في المقال بأن نجاح المفاوضات حول السخوي 75 تشيكيمات هو الذي سيؤهل للآف 35. والرسالة واضحة جدا. إن كان هناك ما يفيد فإن إسرائيل ستلجأ إلى الدعم القوي، وأيضا وهنا ليس دعما عاديا سياسيا دبلوماسيا كما في حالة الإمارات، إنما أيضا الدعم المالي المؤكد بالنسبة لمثل هذه الصفقة. يعني أن الوضع اليوم وضع شديد الحساسية، وأن وجود السخوي 75 يوازي الآف 35، وهذا هو التطور الاستثنائي بالنسبة للمقال الذي لا يزال في ساعته الأولى. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.